السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي، اخواتي حبايبي في كل مكان، في كل محافظات مصر من اسكندرية لأسوان، أهلا بيكم في النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى في الامتحان المتوقع. طيب، خايف وقلقان من امتحان الشهر؟ الناس كلها عمالة تراجع، كله عمال ينزل شرح، محدش وراك الامتحان شكله عامل ازاي. أنا عندي الحل. إيه هو الحل؟ جايب لك النهاردة يا عزيزي امتحان مطابق للمواصفات الوزارية لامتحان شهر ابريل. مش عايزك تكون قلقان، تيجي نشوف. تعال نشوف. حلو. بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك ان النظم البيئيه التي تزود البشريه بالمياه العذبه تختفي بمعدل ينذر بالخطر، وتقع الاراضي الخصبه حلو والبحيرات والانهار وطبقات المياه الجوفيه ضحيه لتغيير المناخ والاستغلال المفرط والتلوث، وهذا يقوض قدرتها على تزويد المجتمعات المحليه بالمياه. بيقول لك هنا وتحتاج هذه المساحات الطبيعيه الى الحمايه بشكل عاجل واعاده احياء تلك التي تدهورت من خلال الاصلاح على نطاق واسع. وسيكون من المفيد للبلدان أن تضع أهدافا محددة وقابلة للقياس لهذا العمل، ومن الأفضل أن تدمج الدول هذه الأهداف في خطتها الوطنية لمواجهة تغيير المناخ وحماية التنوع البيولوجي وتجنب الجفاف والتصحر. ويكتسب هذا العمل أهمية خاصة لتأمين إمدادات المياه للمدن التي تعاني من نقص المياه. حلو. تعال هنا بيقول لك في رقم واحد هات مقابل كلمة ينذر. حلو قوي. أنا عندي هنا الراجل بيقول لك إيه أهو، تختفي بمعدل ينذر بالخطر. طب هنا ينذر، لما يا ولاد تحب ان انت تجيب الكلمه او معناها، هات الكلمه وحطها في سياق الجمله ومشيها. هل هنا هي يكافئ بالخطر؟ يا عم والنبي لا. طب هل هي يكثر بالخطر؟ اكيد طبعا لا. طب يسعد والمصحف لا، يبقى اجابتك ايه؟ دال. يبشر. يبقى انت اجابتك ايه؟ دال، وهي ايه؟ يبشر. حلو. تمام. طيب، يبقى انت هنا عندك ايه؟ يبشر. ماشي. بيقول لك هنا وضح مفهوم التنوع البيولوجي كما ورد في المقال. بيقول لك هنا تعرض الكائنات الحيه لخطر الانقراض؟ لا طبعا، لان الراجل هنا بيقول لك اهو. يبقى هنا ومن الافضل ان سيكون من المفيد ان مساحات طبيعيه لحمايه بشكل عاجل واعاده احياء تلك التي تدهورت من خلال الاصلاح على نطاق واسع. طيب، بيقول لك هنا ان من المفيد للبلدان ان هي تحط هدف محدد وقابل للقياس لهذا العمل، ومن الافضل ان تدمج الدول هذه الاهداف في خطتها الوطنيه لمواجهه تغير المناخ وحمايه التنوع البيولوجي. هل هو تعرض الكائنات الحيه لخطر الانقراض؟ لا. تنوع وسائل المحافظه على استمرار الحياه؟ لا. تعدد الاحياء التي تشكل الحياه على الارض؟ بالظبط كده، هي دي اجابتك. هنا هو تعود الكائنات الحيه على التكيف مع المناخ؟ غلط. حلو. بيقول لك هات من الموضوع العبارة التي تدل على أهمية التخطيط لمواجهة المشكلة. هل هي تحتاج هذه المساحات الطبيعية إلى الحماية بشكل عام؟ لا. يبقى هنا ما تجيش. الزراعة المائية والري بالتنقيط والحركة الزراعية؟ برضو لا. تأمين إمدادات المياه للمدن التي تعاني من نقص المياه؟ قريبة، بس هنا أن تضع أهدافا محددة وقابلة للقياس لهذا العمل. يبقى هي دي يا باشا الإجابة بتاعتك أهي. حلو. بيقول لك هنا إيه؟ ما الفكرة التي كان يجب ذكرها في الموضوع السابق ليكون الكاتب أكثر إقناع؟ حلو. طبعا هنا بيقول لك ترشيد استخدام المياه بوسائل حديثة. طب ما هو اتكلم عنها، هو بيقول لك هنا التي كان يجب ذكرها، يعني مش موجودة. حلو. طيب، ذكر الآثار المترتبة على مشكلة نقص المياه الراجل قالها. حماية الأراضي الزراعية الراجل قالها. يبقى أنت إجابتك هنا إيه؟ التوعية الإعلامية لترشيد استهلاك المياه. حلو. من كتاب وإسلامات. فاستأذن الصبي أن يتقدم للقتال فابتسم له السلطان وقال تقدم يا ملك التتار. فشق الصبي التتري جيوش المسلمين أمامه ثم اندفع في صفوف التتار يضرب بسيفه يمينا وشمالا. طبعا هنا بيقول لك ما فعله الصبي التتري في الفقرة السابقة يدل على مكره وخداعه غالبا لأنه ضحك عليه. إخلاصه وصدقه لا. مهارته القتالية لا. حبه للقتال. هتبقى الإجابة هي إيه؟ مكره وخداعه. مكره وإيه؟ وخداعه. هنا بيقول لك إيه؟ قال فاروق جويدة عودوا إلى مصر ماء النيل يروينا
منذ ارتحلتم وحزن النهر يدمينا، أين الزمان الذي عشناه أغنية، فعانق الدهر في ود أمانينا، هل هانت الأرض أم هانت عزائمنا، أم أصبح الحلم أكفانا تغطينا، يا عاشق الأرض كيف النيل تهجره، لا شيء والله غير النيل يغنينا، عودوا إلى مصر غوصوا في شواطئها، فالنيل أولى بنا نعطيه يعطينا. حلو قوي، جميل. بيقول لك هنا ما دلالة قوله منذ ارتحلتم كما ورد في البيت الأول؟ طيب حلو، هو هنا الدلالة بتاعته إيه؟ هل هي طول مدة الرحيل؟ لا. واحد هيقول لي بس دي قريبة قوي، هقول لك لا. هو بيقول لك إيه؟ عودوا إلى مصر ماء النيل يروينا، منذ ارتحلتم وحزن النهر يدمينا، يعني انتوا من ساعة ما مشيتوا أنا مش ناسي، أنا فاكركم على طول. يبقى كثرة الراحلين لا، الندم على الرحيل لا، عدم النسيان. ناس كتير قوي تتخدع في سؤال زي ده، خلي بالك يعني. ما الفكرة العامة للأبيات السابقة؟ طيب هنا الدعوة للهجرة، الراجل أصلا ما قالش أي حاجة من دي. الحفاظ على النيل والمصحف ما اتكلم في حاجة زي دي. الاهتمام بالزمان ما اتكلمش في حاجة زي دي. هنا النهوض بالإيه؟ النهوض بالوطن. حلو. بيقول لك هنا استنتج المغزى الضمني للبيت الخامس. بيقول لك هنا ايه؟ بيان جمال الشواطئ المصرية، إظهار ضرورة تعلم الغوص، بيان دور نهر النيل في الحضارة المصرية، إظهار أن التنمية لا تتحقق إلا بالعمل. بيقول لك هنا يعودوا إلى مصر غوصوا في شواطئها، فالنيل أولى بنا نعطيه يعطينا. يعني إيه بقى الكلام ده؟ بيقول لك هنا يا باشا إن هنا هل هي بيان جمال الشواطئ؟ لا. هل هي بيان دور النهر؟ لا. هل هي إظهار ضرورة تعلم الغوص؟ لا. إظهار أن التنمية لا تتحقق إلا إيه؟ بالعمل. ليه؟ لأنه بيقول لك فالنيل أولى بنا نعطيه يعطينا، نعطيه يعطينا. حلو. هنا بيقول لك ايه؟ هات من الابيات العباره هنا سوري تشبيه بليغ يوحي بالحب والايه؟ والجمال. طيب هنا بيقول لك ايه؟ هات من الابيات العباره التي تدل على اليأس والحزن. هل هي يا عاشق الأرض كيف النيل تهجره غلط، فالنيل أولى بنا؟ لا. هل هنا فعانق الدهر؟ برضو لا. هنا إيه؟ أصبح الحلم أكفانا تغطينا. باينة قوي يعني. حلو. تمام. طيب هنا بيقول لك إيه؟ تمام يا رجالة، عايزك بس إيه تركز معايا شوية دول. قال البارودي: فهل دفاعي عن ديني وعن وطني ذنب أدان به ظلما وأخترب؟ هل هنا الدعوة بيقول لك يشير البيت السابق إلى سمة من سمات الشعر الوطني. هل هي الدعوة للدين الإسلامي؟ لا. هل هي الدعوة للوحدة الوطنية؟ برضو لا. هل هي تمجيد التضحية من أجل الوطن؟ هي دي الإجابة، لأن تمجيد الماضي وبطولاته مش إيه؟ مش تبعا. طيب هنا في السؤال رقم 12 بيقول لك يعد فن المقال من الفنون النثرية التي تهدف إلى عرض فكرة محددة بأسلوب واضح ومنظم يعتمد على الإقناع والتأثير في القارئ. حلو. هل هي عرض الفكرة بأسلوب واضح لإقناع القارئ؟ بصراحة قريبة قوي 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 قوي. طب هي إيه عرض الفكرة في قالب شعري بوضوح تام؟ لا. طب هل هي الاعتماد على الرمزية؟ مفيش أصلا أي رمز في الكلام. هل هي وضوح الفكرة والاعتماد على الخيال؟ مفيش أي خيال وما بيكونش فيه خيالات كتير في المقال. فالإجابة بتاعتك هتكون ألف، وهي عرض الفكرة بأسلوب إيه؟ واضح. حلو. طيب هنا في السؤال رقم 13 بيقول لك إيه؟ بيقول لك حدد مما يلي وسيلة التوكيد في البيت الأول. تعالى كده نجيبها ونشوف البيت الأول. هنا بيقول لك إيه بتاع الحاج أحمد شوقي أهو: ولم أرى مثل جمع المال داء ولا مثل البخيل به مصاب. طب هو هنا عمل إيه؟ الراجل هنا على فكرة ناس كتير قوي 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 هتجري ورا مين؟ هتجري ورا النفي. هتقول لي ولم أرى مثل جمع المال داء ولا مثل البخيل به مصاب، لكن هنا هو إيه؟ هو هنا تكرار النفي ولكن مش النفي نفسه. يبقى هنا التفصيل لا، الإجابة بتاعتك هي التكرار والاعتراض ما تنفعش. يبقى هنا تكرار النفي مش النفي نفسه. حلو. غرض النهي في البيت الثاني: فلا تقتلك شهوته وزنا. خلي بالك ان انت لما الشاعر يكون من نفس الرتبه بتاعتك وبينهاك عن شيء بيكون غرضه ايه؟ التحذير. بيكون غرضه ايه؟ التحذير، او اعلى منك سن او اكبر منك شويه في السن. حلو. تمام. طيب هنا بيقول لك بقى ايه؟ عايز اسلوب تعجب. حلو قوي الناس الحلوه بتاعت اسلوب التعجب بالطريقه المباشره والغير مباشره. هنا بيقول لك ايه؟ اكرم بالاخلاق ذوي القربى بعضهم بعض. ما ينفعش. ده هو اصلا المفروض ان هنا ايه؟ اكرم بيه، وده المفروض ان هو مفعول به. ازاي يعني ذو مفعول به مرفوع؟ اكرم بالاخلاق ذوي القربى تفز بحبهم. طبعا هنا هتقول لي ما هي دي تنفع. اقول لك يا عم لا، ده هو الراجل هنا عمل ايه؟ ده عمل اسلوب شرط.
مش هينفع. حلو، ده عمل يعني ايه؟ عمل سوري، عمل اسلوب امر، عمل جواب، عمل جواب طلب. هنا ما اكرم بمحاسن الاخلاق ما تنفعش. حلو الكلام، يبقى انت اجابتك هنا ايه؟ اكرم بمن عامل الناس بمحاسن الاخلاق. تمام، حلوه ايه؟ فيها تكايه. والناس اللي مذاكره هتكتب لي في الكومنتات اصلا برضو ليه الثلاثه دول ما ينفعوش وليه ده بالذات هي اللي تنفع. خلاص، حلو. بيقول لك هنا ميز مما يلي العباره التي تحتوي على اسلوب اختصاص. حلو الكلام. نحن المصريون بلح، باظت اصلا الجمله، اصلا باظت. اصبحتم انتم المدافعين، لا ما تنفعش برضو، لا. حلو، نحن المصريين المدافعون عن قضايا، هي دي يا باشا، هي دي. نحن نخص المصريين. طب هنا اننا المصريون، لا، لو كان قال لي اننا المصريين كنت اقول لك برضو ايه، ماشي. حلو، وبرضو الناس الحلوه بتاعتنا ممكن تقول لي ليه به ما تنفعش؟ اصبحتم انتم المدافعين. ممكن الناس تقول لي ليه به ما تنفعش في الكومنتات برضو. لا جريمة منكرة يمكنها أن تمر بلا عقاب. حدد نوع اسم لا. حلو الكلام. مفرد منصوب، لا، المنصوب بيبقى إيه؟ يا إما مضاف يا إما شبيه بالمضاف، كده مفرد منصوب. لا، مضاف ما تضافش لأي حاجة أصلا. شبيه بالمضاف، والمصحف ما بقى شبيه بالمضاف، يبقى إجابتك هنا إيه؟ مفرد مبني. مفرد مبني في محل نصب. حلو. رجعت البيت دون الكتاب، دونك الكتاب وارجع الى البيت. ميز مما يلي اعراب الكتاب. طبعا هنا دون يعني ايه؟ دون يعني ايه؟ غير، من غير الكتاب، مش معايا. طب هنا دونك، لا، دونك دي ده اسم فعل امر بمعنى خد يا باشا. يبقى هنا هيبقى ايه؟ عندك ده مضاف اليه ومفعول به باين قوي. خلاص، يبقى هنا دونك الكتاب يعني خذ الكتاب، اليك الكتاب، خد يا باشا. تمام. طيب هنا بيقول لك ايه؟ لا مخلصات مذمومات. ميز مما يلي حكم اسم لا. حلو الكلام. في الجمله السابقه هل هو منصوب؟ لسه قايلين ان اسم لا عشان يبقى منصوب بيبقى ايه؟ يا اما مضاف يا شبيه بالمضاف. هنا هو لا هو الضاف ولا هو ايه؟ شبيه بالمضاف. مبني على الفتح ما ينفعش. يبقى اجابتك هتبقى يا باشا مبني على الكسر في محل نصب. ليه؟ لان اسم لا المفرد يبنى على ما ينصب به، وده جمع مؤنث سالم بينصب بايه؟ بينصب بالكسر، يبقى مبني على الكسر في محل نصب. حلو. قال الشاعر: عليها سلام لا تواصل بعده، فلا القلب محزون ولا الدمع سافح. حلو. الراجل هنا عايز ايه؟ بيقول لك هنا اهو حدد مما يلي اسم لا النافيه للجنس واعرابه في البيت السابق. عليها سلام، هي المفروض ده كده اهو يا باشا مبتدا مؤخر، لا تواصل. حلو الكلام. بعده فلا القلب محزون ولا الدمع ايه؟ ولا الدمع سافع. حلو الكلام. طب هنا بيقول لك ايه؟ فلا القلب، وده هو اصلا الراجل مشكلها، ولا الدمع. طب ما هي تبقى مين؟ فلا تواصل. فلا تواصل. بص هو حاطط الضمه على الصاد، ها ناس كتير وقعت. يبقى هنا فلا تواصل بعده. طب هنا الدمع مبني على الفتح، الاجابه لا. القلب منصوب بالفتحه، هقول لك برضه لا. يبقى انت اجابتك هنا معانا ايه؟ تواصل مبني على الفتح مش منصوب. يبقى هنا تواصل هتبقى مبني على ايه؟ على الفتح. وبكده يا اخواتي نكون حلينا معاكم الامتحان المطابق لمواصفات التوجيه الوزاري. ان شاء الله ربنا يكرمكم في الامتحان ويكبر بخاطركم كلكم تحلوا ان شاء الله كده. فيديو يعجبكم. اشوفكم على خير. سلام.